تدرون البارحة أكثر من 2000 بهواية حالة انتحار صارت من وراء الانهيار السوق الصار. هذا الشيء شوف للأسف صراحة، لهذا السبب أنا ما أحب أخاطر مخاطرة عالية. أنا ما أقول لك ما خسرت، انهيار السوق صار صراحة غير أول عفوا أول بارحة. خسرت فيه خسارة كبيرة، بس شلون أقول لك إياها، مو الخسارة اللي تخليني يعني بعدها هي راح أوقف لا لا، لأن أنا دائما قلت لكم سابقا وارجع اقول لكم خصوصا باليوتيوب شارح على الاستراتيجيه مالتي كلش مناسبه ليش لهاي الظروف، لان انا دا استفاد من الربح ودا استفاد من الخساره. انا دا اخلي النسبه من راس المال للمخاطره عاليه. النسبه المخاطره عاليه مالتي تمرجنت صفر، واقع حاله ما كذب عليكم. تدرون باليوتيوب بالمواقع مالتي خصوصا كل شيء، يعني احب اقول لكم الصدق، لان انا لا دا استفاد شيء من احد، ولا هاي الكورس مالتي واحد عندي بس وهو ببلاش، فيعني ما استفاد من شيء من عندك او من غيرك. فلهذا السبب دائما شغلك احب اكون واقع وياك حتى تعرف انت لو بكره شو تسوي. فصراحه خسرت خساره يعني كبيره، كلش كبيره، يعني لو جيت توقعت الرقم اضرب في 100 واقعيا. بس الخساره مالتي انقسمت على قسمين. لهذا السبب انا دائما احب استعمل يعني الشغل الحاسبه، واستعمل النسبه، لان النسبه خرافيه اللي يعرف يستثمر بهم. وطبعا الخساره مالتي مو بالتداول، يعني مو بالبورصه مالتي مال الصفقات اللي ادخلها لايف، لا بالاستثمار. لان تدرون يعني الربح مالتي ينقسم اجزاء، وهاي الذبانه موتتني، وجزء من يعني الارباح يروح للاستثمار. فالمهم لا يقول لي انه الخساره صارت عندي، تقدر تقول نسبه قليله من الحساب مالتي صارت خساره كليه. ليش خساره كليه؟ لان انا تدرون بيه حسابي ينقسم عده اجزاء، واحد من الاجزاء هذا اسمه هاي ريسك، يعني هاي ريسك انفستنج، اللي هو استثمار عالي المخاطره. هذا الصفر، وراح ارجع اسحب من الاستثمار الامن، ارجع احط. فهذا الشيء افضل لي لان خسرت. تعرف ليش؟ راح اقول لك بكل اختصار، انه اني من دا يصير انهيار دا اسحب فلوس من الاستثمار الامن اللي ما خسرت من عنده هوايه، واحطه بالاستثمار على المخاطره. فهذا الشيء ايش راح يسوي؟ راح يخلي حتى اذا خسرت، ايش قد خسرت لك مثلا كذا مثلا مبلغ، ما اريد اقول رقم، انه كذا مبلغ، انت من دا يصير الانهيار ودا تحط فلوس عاليه المخاطره نفس القيمه او اقل، حتى اذا من ذيك القيمه اللي خسرتها انت، بس بسعر اقل بهوايه، بعد الانهيار انت راح تطلع اضعاف اذا السعر مو ربح، لا مو صعد، يعني اذا رجع لسعره الطبيعي، فكيف ما اذا صعد. فهمت شلون؟ هاي الطريقه الصحيحه بالنسبه لي، كلش ناسبتني. مجرد هذا يعني يكون وعي عندك، وانه الخساره جزء من اللعبه، ولا تضوجون، وما عليكم بحد مو يجيك واحد يقول لك انا هيك انتحر وهذا فلان، ما لك دخل به. اذا هو زمان حسب سمع يخاطر، هذا الشيء هو يتحمل مسؤوليته مو انت. بس فكل التوفيق لك وللكل.